السلام عليكم يا شباب، لعلكم بخير. النهارده ان شاء الله معنا شرح المحاضره رقم 10 في منهج ماده الكارديو، الا وهي محاضره البريفنتيف كارديولوجي. كارديولوجي معناها الكارديو فاسكولار ايفنتس، كل المشاكل اللي ممكن تحصل للقلب والاوعيه الدمويه. وقال لك بريفنتيف يبقى انا لازم امنع الكلام ده كله. طب همنعه ازاي؟ ده موضوع محاضرتنا النهارده، نتعرف على الكلام ده في المحاضره. محاضره بسيطه ان شاء الله، مش هنطول فيها. قال لك الاوبجكتيف يا دكتور، اهم حاجه لازم نعرفها نو ذا راشونال اوف ذا برايمري بريفنشن اوف ذا كارديو فاسكولار ديزيزز. فممكن في الامتحان يشيل لك كارديو فاسكولار ديزيز ويجيب لك السؤال كامل enumerate the rationale of the primary prevention of، ويجيب لك مكانها مثلا type 2 diabetes، hyperlipidemia، dyslipidemia، metabolic syndrome، metabolic risk factors، insulin resistance syndrome، كل الكلام ده. فبالتالي يعني ايه rational؟ معناه الهدف او السبب للمنع. يعني ايه السبب اللي يخليني امنع التايب 2 diabetes او الكارديو فاسكولار ايفنتس دي كلها؟ قال لك يا دكتور يبقى اسباب كتير هنبدا نتكلم فيها في سؤال ريتن كده، هنبدا ان احنا نذكر التفاصيل بتاعته، اللي هو سؤال رقم 1 هنا في المحاضره. اللي هو طبعا ايه سؤال يا دكتور؟ قال لك والله المنشن الانسيدنس بتاعت الراشونال برايمري 2 دايابيتس، مثلا بريفنشن للدايابيتس، يبقى عشان امنع المايكروفاسكولار كومبليكيشن، هاي مورتاليتي ريت، هاي موربيديتي ريت، بلايندنس ورينال فيلير وامبيوتيشن، مايوكارديال انفاركشن وستروك. عشان اعمل الكلام ده كله لازم اعرف الكلمه دي. تخيل كلمه موجوده في الاوبجكتيف تيجي لك في الامتحان. تمام. بيقول لك بعد كده دكتور البريفنشن دي معناها ايه اصلا؟ قال لك البريفنشن means all measurements taken to decrease the incidence of the disease. يبقى كل الوسائل الوقائيه اللي انا بستخدمها علشان اقلل حدوث المرض ده، فدي بتكون عباره عن البريفنشن. تمام. قال لك بعد كده cardiovascular diseases is leading to cause of morbidity and mortality in the industrialized world. ايه معنى الكلام ده؟ قال لك العالم الصناعي بيبدا يتعرض لحاجه اسمها morbidities يا دكتور. الموربيديتي والمورتاليتي، قال لك الموربيديتي معناها هنعرفه في السلايد الجاي، بس باختصار كده معناها الامراض المصاحبه للمرض اللي موجود دلوقتي، زي السكر والضغط والكوليسترول والكلام ده كله، دي اسمها موربيديتي. تمام. لكن مورتاليتي بحرف التي كده يعني معدلات الوفيات بسبب الايه؟ الكارديوفاسكولار ديزيز، دي معناها يعني. قال لك it is estimating ان 30% من حالات الوفيات حول العالم بتكون بسبب كارديوفاسكولار ديزيز. فده معناه لو في 100 واحد اتوفوا، قال لك تعالى كده نشوف 30 واحد، قال لك 30 منهم هيكونوا توفوا بكارديوفاسكولار ديزيز. بيقول لك كل الارقام اللي موجوده دي expected to raise further الانسيدنس بتاعت الكارديوفاسكولار ديزيز. كل الارقام دي بتدل ان فعلا معدل حدوث الكارديوفاسكولار ديزيز ده معدل عالي بالفعل in the developing world، يعني العالم اللي هو دول العالم المتطوره والمتقدمه والكلام ده كله. قال لك والله بعد كده بسبب increase الريزلت اوف لايف ستايل تشينج، ان هم عندهم سيدنتري لايف ستايل. واحد كده يبقى ايه بيخترع اختراع يا دكتور عشان ايه؟ يكلم البيت بتاعه، فالبيت يبدا يجيب له بعد كده روبوت يجيب له بعد كده الاكل بتاعه لحد عنده الكلام ده، فبيبقوا سيدنتري لايف ستايل بمعنى اصح. بعد كده دكتور بيقول لك ايه الفرق بين المورتاليتي والموربيديتي؟ قال لك موربيديتي معناه ان الشخص ده موربيد، يعني ده معناه ان هو ايه؟ لما اقول لك موربيدلي اوبيس ده معناه ان شخص تخين مثلا وقاعد سيدنتري لايف ستايل ما بيتحركش من مكانه، يعني متكسح كده بمعنى اصح. بيقول لك وبيقعد سيدنتري يا دكتور وعلى سن 50 سنه يقول لك عايز اطلع معاش. تمام. وده بعد كده في عندك ايه بعد كده؟ المورتاليتي معدلات الوفيات بقى بالنسبه للمرض. يبقى موربيديتي الامراض المصاحبه زي انه هيبقى سيدنتري، هيجي له ضغط وسكر وكوليسترول وكل الكلام ده. لكن مورتاليتي معدلات وفيات. بيقول لك بعد كده ان كارديوفاسكولار ديزيز نمبر، بيقول لك از ذا نمبر اوف وان كيلر، يعني بيقول لك ان هو القاتل الاول على مستوى الولايات المتحده الامريكيه. بيقول لك بيقتل 36% من حالات الوفيات سنويا. فبالتالي بيقول لك والله لو شفنا 100 واحد هتلاقي ان 36 منهم ميتين في كارديوفاسكولار. بعد كده بيقول لك ان ده ريسبونسبل فور 1 ديس، بيقول لك افري 36 سكندري او 36 سكند كلايم، بيقول لك موف او مور لايفز. بيقول لك اكثر من الحيوات دي كلها بيبدا ان هم الناس دي كلها 36 من الناس تبدا ان هي تموت اكتر من الكانسر واكتر من الاكسيدنت واكتر من الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز الاس يو بي دي، واكتر كمان من الديابيتس، واكتر من كل حاجه اسمها الديابيتس ميليتس كومبايند، يعني اللي هو ايه حاجه كلها كل الامراض التانية. المايوكارديوفاسكولار ديزيز دي وحدها كده بتموت اكتر من 36% من الناس دي. انت متخيل؟ هو الباقي كله بعد كده الباقي الامراض دي كلها، انت متخيل مرض واحد واخد 36 والباقي كله واخد الباقي؟ فبالتالي لا نسبه كبيره جدا طبعا. بيقول لك 1 of every 5 deaths in the USA بيقول لك caused by coronary artery disease. واحده من كل 5 وفيات في امريكا سبب الايه؟ الكوروناري ارتري ديزيز. الشريان التاجي بيضيق كده ويبدا يجي له مشكله، يا اما يضيق جامد، يا اما يتصلب، يا اما يحصل فيه مشاكل كتير، والانسان ده طبعا يموت. تمام.
طيب دلوقتي بقى بيقول لك والله الارقام دي مش مهمه يا دكتور، مش عارف 15 مليون امريكي مش عارف ماله، بيقول لك هيستوري اوف مايوكاردال انفاركشن، بيقول لك بنجيله انجينا بيكتورس كده، بيقول لك بعد كده حوالي مليون كده امريكاني بيقول لك والله دول بيجي لهم مايوكاردال انفاركشن. وبعد كده قال لك حوالي 100,000 امريكاني بيقول لك ضحيه للسادن كاردياك ديس. بيقول لك بعد كده ان حوالي مثلا اكتر من الناس اللي عندهم مايوكاردال انفاركشن بيقول لك بيجي لهم السن ده في سن 75 او 65 سنه في الرجاله، وسن 70 سنه في الستات، ده في متوسط العمر يعني. بعد كده بيقول لك ان الاكوردنج تو الكونسنت اوف ديزيز كنترولنج بريفنشن اليمينيشن ل اول فورمز اوف كارديوفاسكولار ديزيز، لو انت عملت اليمينيشن وحديت وقللت من كل انواع الكارديوفاسكولار ديزيز بيقول لك ده بيقول لك ان في الغالب كده اكسبنتاسني ان هو هتزيد السن بتاع الناس دي كلها 7 سنين، ده من المتوقع يعني. الاكسبنتاسلي دي معناها ان هو سن متوقع ان هو يزيد عند الناس 7 سنين، يزيد عند كل الناس كمتوسط عمر. تمام. فبيقول لك ملحوظه مهمه في الحته دي، ان عندك بعض الحاجات يا دكتور مثلا زي في اليابان والكلام ده كله بياكلوا مثلا سمك كتير وناتس والكلام ده، الكانسر عندهم قليل، لكن عندنا اللي بياكل شيبس وبيبس والكلام ده معدل الكانسر عنده كولون كانسر يكون عالي شويه. وبيقول لك طبعا في مصر طبعا متوسط العمر حاليا يعني هو 69 سنه بالنسبه للرجاله و72 سنه بالنسبه للستات. بيقول لك بعد كده تخيل كده من في السبعينات كان معدل العمر ده كان بس 50 سنه متوسط العمر، فطبعا الموضوع بيزيد دلوقتي بسبب زياده التطور والكلام ده كله، الدنيا بدات تتطور والادويه وكده. بيقول لك دلوقتي بقى يا دكتور الايكونوميك كونسيكونسز اوف ذا كارديوفاسكولار ديزيز، بيقول لك ان دايما الدوله كده في امريكا مثلا يقول لك بتصرف كتير جدا حوالي 431 مليار دولار على الناس دي في 2007. تخيل في 2007 بيصرفوا يعني حوالي ربع تريليون دولار مثلا، رقم كبير جدا طبعا. بيقول لك بعد كده ايه هي ريسك فاكتور اوف كارديو فاسكولار ديزيز، هتيجي في الامتحان هتقول له يا دكتور نون موديفايبل ريسك فاكتور، حاجات ما اقدرش اغيرها زي سن العيان، زي الجينات، زي مثلا الفاميلي هيستوري، زي مثلا حاجه مثلا زي تاني ايه الجندر، ده فيميل ولا ميل والكلام ده، مش هقدر اغير الكلام ده طبعا، فحاجات ثابته ما بتتغيرش. قال لك طبعا الايج هنبدا نتكلم عليه شويه. قال لك يا دكتور الايج لما نيجي نشوف دلوقتي ايه هي الكاردياك ديزيز، قال لك according to the age cardiac disease is classified into، هتيجي في الامتحان السؤال ده خلي بالك، هتقول له يا دكتور ايه، هتقول له coronary artery congenital heart disease، ده بيجي في سن من 0 ل 10 سنين، خلي بالك من الكلام ده، يبقى ده كله بيعتمد على الايج. بعد كده يا دكتور قال لك طب ده اشيع في الميل ولا في الفيميل، قال لك يبقى انا كده اتكلمت على الجندر، يبقى ده اكثر شيوعا يا دكتور في الاثنين، يعني بيكونوا بيجوا زي بعض، اكثر شيوعا في الميل والفيميل عادي جدا، الاثنين مع بعض بنفس النسب. طب تمام، ننزل بعد كده على اللي بعده يا دكتور الكروماتيك هارت ديزيز، طب ده اكثر شيوعا كده في الستات ولا في الرجاله، قال لك لا ده في الستات يا دكتور، ده مرض الفيميل. تمام، هو اسمه روماتيك هارت ديزيز، وهي صغيره كده يجي لها روماتيك هارت ديزيز، وده بيجي ما بين 5 ل 15 سنه. نروح على الهايبرتنشن، ده بيجي للشباب فوق ال 20 سنه، وقال لك يا دكتور ده بيجي اكتر لمين، بيجي اكتر للرجاله. طب بعد كده الاسكيميك هارت ديزيز بيجي اكتر للرجاله، هارت فيلير بيجي اكتر للرجاله. طب الهايبرتنشن فوق ال 20 سنه، الاسكيميك هارت ديزيز فوق ال 40 سنه، هارت فيلير بيجي فوق ال 60 سنه. خلي بالك من الكلام ده كله عشان دي ملحوظات مهمه. في شويه ملحوظات تانية يا دكتور، قال لك ان حاجه مهمه برضو ان احنا نعرفها، ان هي الجيناتيك دي، قال لك في الغالب الجيناتيك دي زي مثلا البرايمري ديسليبيديميا، هو مولود كده طبيعه عيلته كلها ان كلهم هيجي لهم ديسليبيديميا وتصلب في الشرايين، هي طبيعه العيله كده. تمام. طيب الجندر بيقول لك الميل اكتر من الفيميل في بعض الحاجات، وطبعا زي الكارديوفاسكولار ديزيز طبعا اشيع في اكتر في الميل اكتر من الفيميل. طبعا في حاجات دلوقتي هتبدا تكتبها، بص كم مرض دلوقتي يا دكتور، حوالي 7 امراض، عايزك تفضي مكان هنا وتكتبهم كلهم هنا. قال لك كونجنتال هارت ديزيز نسبته في الميل زي الفيميل، روماتيك هارت ديزيز الفيميل اكتر، السي او بي دي الميل اكتر، في الازمه بعد كده الفيميل اكتر، وبعد كده اسكيميك هارت ديزيز، هايبرتنشن، هارت فيلير، كل دول اكتر شيوعا في الميلز. تمام الرجاله. فبالتالي بيقول لك ايه بعد كده يا دكتور، بيقول لك الاسكيميك هارت ديزيز ده بيكون فيري رير، نادر جدا في ان هو يحصل في الستات، لكن هو طبعا بيحصل في الرجاله اكتر، لكن بيقول لك ان هي لو معهاش اي ريسك فاكتور تاني مش هيحصل فيها، لان هي قبل سن المينيبوز والكلام ده ما بيحصل لهاش، لكن بعد سن المينيبوز يبدا يحصل لها. ده بقى الفكره في الملحوظات دي كلها، يبقى ايج وجندر وجينetics وفاميلي هيستوري.
طب تمام. الموديفايبل ريسك فاكتورز قال لك الحاجات اللي اقدر اغيرها عند العيان، يعني مثلا عنده بيدخن يا دكتور خليه يبطل تدخين، لو كان عنده سيدنتري لايف ستايل اغيرها، لو كان بيتعرض لستريس على طول اشيل الاستريس ده وارص بقى كل الامراض اللي انا حافظها. قال لك حافظ اوبستي حط اوبستي، قال لك حافظ يا دكتور دايابيتس وهايبرتنشن حط دايابيتس وهايبرتنشن وحط لي في الاخر كده الديسليبيديميا او الهايبرليبيديميا. يبقى لو هو عنده اوبستي ممكن اقللها، ديسليبيديميا ممكن اديله ادويه واديله اكسرسايز. قال لك دايابيتس وهايبرتنشن ممكن اعمل لهم مانجمنت، يبقى كده ظبطتهم. السموكينج قلل له السموكينج طبعا، والسيدنتري لايف ستايل ما خلوش يقعد في البيت وقلل الاسترس من عليه، خلص الموضوع مفهومش اي مشاكل. تمام. طيب بعد كده يا دكتور قال لك في واحده تانية اللي هي رقم 8 ممكن تكتبها معاهم، اللي هي سندروم اكس. يبقى انت عندك 4 حاجات بحرف الاس: سموكينج، سيدنتري لايف ستايل، ستريس، وسندروم اكس. تمام تمام. طيب بعد كده يا دكتور قال لك تعالى كده نبدا نتكلم عن موضوع مهم اللي هو الاوبستي. وطبعا السلايد ده فيه ملحوظات كتير فحاول تكتب كل اللي هقوله لك. قال لك اول حاجه يا دكتور الاوبستي دي بتبقى defined as condition of the abnormal. كلمه abnormal دي بنقول عليها ملحوظات او excessive fat accumulation. يعني ايه يا دكتور ابنورمال؟ قال لك ابنورمال معناه ان الفاتس ده ممكن يبقى فات ابنورمال. طب يعني ايه فات نورمال وفات ابنورمال؟ هو في دهون كويسه ودهون مش كويسه؟ قال لك بالظبط كده يا دكتور، في ابنورمال فات يعني بيقول لك ان ممكن تبقى مشكله حاجه اسمها اندوكراينال او هرمونال اوبستي. تمام. طب تعالى كده من تحت هنا اكتب لي الفرق ما بين الاندوكراينال والهرمونال اوبستي وما بين الاكسسيف فات. يعني ايه يا دكتور اكسسيف فات؟ قال لك والله الاكسسيف فات اللي موجوده من هنا دي هي بنسبه 95%، اللي هو الاكل الزياده يعني وكده، ان انت بتسبب الاوبستي او السمنه بنسبه 95%. طب لما نتكلم على الابنورمال يا دكتور، ابنورمال فات اللي هو عباره عن اندوكراينال اوبستي، قال لك دي ليها 4 اسباب مهمين جدا، ودي بتمثل نسبه 5%، حاجه بسيطه يعني. لكن دي 95% طبعا لما تاكل كتير تيجي لك سمنه. لكن الاندوكراينال دي حاجات كده ايه ليها علاقه بالوراثه والامراض الاندوكراين اكتر. يبقى اندوكراينال ديزيز اللي هي اندوكراينال اوبستي از كوزد باي 4 حاجات يا دكتور مهمين جدا، اللي هي الهايبوثالاميك سيندروم، وبعد كده هتبدا تتكلم على الهايبوثايروديزم، وبعد كده كاشنج سيندروم، وبعد كده بوليسيستيك اوفري سيندروم اللي هي البي سي اوز. تمام. يبقى تقولهم تاني يا دكتور: هايبوثالاميك سيندروم، هايبوثايروديزم، كاشنج سيندروم، وبي سي اوز. كل دول اسباب الاندوكراينال اوبستي، اوعى تنساهم. تمام. طب والاكسسيف فات يا دكتور؟ قال لك الاكسسيف فات معناه ان الانبوت الاكل اللي انت بتاخده تدخله لجسمك اكتر من الاوتبوت اللي انت بتصرفه. طب هو انا بصرف فات يا دكتور؟ قال لك اكيد طبعا، انت بتصرف فات في حاجات كتير جدا، لكن بتدخل فات في الاكل طبعا. فانت بهاي كالوريز مثلا لما تيجي تاكل كالوري عاليه، قال لك الدكتور بقى في النقطه دي، قال لك انت الكالوريز العاليه بتاعتك لو انت بتاكل كالوري عاليه انت في سن العشرينات وقاعد مثبت نسبه الكالوريز اللي بتاكلها كل يوم مثلا 2000 كالوري، وانت محتاج 1900 في اليوم، فانت قاعد بتزود. فبالتالي ايه الفكره اللي حصلت دلوقتي؟ قال لك لو فضلت بنفس المعدل ده في الثلاثينات، معدل الحرق بتاعك بيقل في الثلاثينات، فهتلاقي نفسك زدت حوالي 7 كيلو. انت متخيل؟ طيب يبقى احنا قلنا الانبوت اكتر من الاوتبوت، فبالتالي الاوتبوت ده انا بصرف ازاي الطاقه اللي عندي؟ يعني انا ايه المصادر اللي ممكن اصرف بيها الطاقه او احرق بيها الطاقه في جسمي؟ قال لك اول حاجه في حاجه اسمها الانرجي اكسبنديتشر، صرف الطاقه. دول بيتمثلوا في 4 حاجات او 3 حاجات مهمين، اللي هم البي ام ار بنسبه 80%. يعني وانت نايم كده سبحان الله شفت ربنا عمل معاك ايه، من 80% يا دكتور تقريبا من الدهون او الحرق بتاعك بيكون عباره عن اللي هو بتعمل ايه، اللي هو انت نايم وما بتعملش حاجه في حياتك، انت قاعد بس عايش وخلاص. تمام. ده بيحرق لك 80% من دهون جسمك. تمام. يوميا يعني. طب وايه تاني بعد كده؟ قال لك والله بعد كده يا دكتور بيبقى فيه ابزوربشن ودايجيشن واكسكريشنز وكل الكلام ده، بيبقى حاجه اسمها تيرميك افكت اوف فود. تيرميك افكت اوف فود بيبقى مسؤول عن حرق 10 ل 15% من السعرات بتاعتك. ده برضو حاجه من ضمن الحاجات بتاعت الانرجي اكسبندتشر. اخر حاجه بعد كده اللي هي الفيزيكال اكتيفيتي، لو انت جيت عملت نشاط بدني والكلام ده، ده بيكون مسؤول في العادي يعني على 10% من الحرق بتاعك. يبقى انت لو زودت ممكن تخليه 30%، ممكن تخليه 40%، ممكن تخليه 40 50%. لو زودت ايه الفيزيكال ثيرابي يبقى ده كده الفرق بتاعهم. طب تمام. يبقى قال لك يا دكتور يا اما ابنورمال يا اما اكسسيف فات اكوميوليشن، يبداوا ان هم يجيبوا لي اوبستي. بيقول لك بعد كده ان اديبوز تيشو، وبيقول لك الاديبوز تيشو تو اكستند الهيلث ماي بي امبيرد، يعني للاسف ممكن يجيب كومبليكيشن بعد كده ويكون في امبيرمنت للحاله بتاعت العيان. طب هو ايه التايبس بتاعت الاديبوز تيشو يا دكتور؟ عشان دي ملحوظه برضو اتقالت في المحاضره. قال لك التايبس بتاعتهم وايت اديبوز تيشو وبراون اديبوز تيشو. قال لك وايت اديبوز تيشو موجود بنسبه 90 ل 95%، لكن البراون اديبوز تيشو موجود بنسبه 5 ل 10%. قال لك طب الوايت اديبوز تيشو ده بيعمل ايه بالظبط؟ قال لك والله ده يا دكتور بيبدا يعمل لي فات ستورج، اخزن فيه الدهون. طب هو فين المكان اللي هخزن فيه الدهون في الجسم؟
قال لك الترانك والجلوتيال فيمورال، تمام، والجلوتيو فيمورال يعني. فبالتالي يبقى انت بتخزن دهونك فين؟ في الترانك وفي الجلوتيو فيمورال، دي الاماكن اللي انت بتخزن فيها الدهون بتاعه الوايت اديبوز تيشو. طب وانا بخزن بعد كده البراون ده او بعمل بيه ايه البراون اديبوز تيشو؟ قال لك والله يا دكتور ده بيكون موجود بين السكابيولي، بيكون في الهاند، بيكون في الفيت، وببدا ان انا اعمل بيه حاجه اسمها ثيرموجينيسيس، ان انا ازود بيه درجه حراره جسمي، تمام. يبقى بين السكابيولي، موجود في الهاند، وموجود في الفيت، يبقى تخلي بالك من الملحوظات دي. فبالتالي قال لك ميبي امبيرد يا دكتور، ممكن للاسف حاله تسوء يعني ويبقى عندها اوبستي وتكون كومبليكيتد، لكن ده بنسبه 75% كومبليكيتد طبعا، لكن بنسبه 25% بيكون في حاجات اسمها ميديكالي هيلث اوبيس، يعني بيقول لك الاوبيس الصحيين، يعني واحد تخين كده بس التخنه بتاعته صحيه، انت متخيل؟ فبالتالي حاجه زي كده تخلي بالك منها. بعد كده بيقول لك ان الاوبيس اذا دايجنوستد باي بادي ماس اندكس، بيقول لك ان وزنه على طوله تربيع هيبدا ان هو يديني البادي ماس اندكس. بيقول لك طبعا البادي ماس اندكس من 18 ونص لحد 25 ده النورمال، لو زدت من 25 لحد 30 ده الاوفر ويت، من 30 لحد كل ما تزود 5 يبقى ستيج 1، ستيج 2، ستيج 3 اوبستي، يبقى من 30 ل 35 ستيج 1 اوبستي، 35 ل 40 ستيج 2 اوبستي، وبعد كده من فوق ال 40 ده كله عباره عن الموربيد لي اوبيس اللي هي ستيج 3 اوبستي. ولو حد كان فوق ال 50 يا دكتور، تخيل بي ام اي فوق ال 50، يعني ده واحد مثلا طوله متر و60 ووزنه مثلا 190 كيلو ولا 170 كيلو، لا ده كتير جدا يا دكتور، دخل على حاجه اسمها سوبير او سوبر اوبيس، تمام. خلي بالك من الكلام ده. بيقول لك بعد كده ان السنترال اوبيستي معناها ان الويست سيركمفرنس في الرجاله بيكون اكتر في الستات بيكون اكتر من 90 سم، وفي الرجاله بيكون اكتر من 100 سم. يعني لو في واحد راجل الويست سيركمفرنس بتاعه 100 سم كده، جه يقيس وسطه كده لقيه 100 سم في البطن بتاعه يعني، والسنترال اوبيس، يبقى ده معناه سنترال اوبيس عنده سمنه في البطن، تمام. دي الفكره بتاعتها. طيب تمام. بيقول لك ايه يا دكتور اللينك بين الاوبيس والكارديوفاسكولار ديزيز، يعني هل في مربط كده او ربط كده ما بين السمنه وامراض القلب؟ قال لك ايوه طبعا يا دكتور. قال لك ا بوزيتيف اسوسيشن امونج البي ام اي، بيقول لك لو البي ام اي بتاع شخص معين بدا يزيد يبقى ده معناه انكريز للتوتال كوليسترول والترايجليسرايد ليفل، وكمان ديكريز على مستوى الاتش دي ال ليفل. يعني ده معناه ان لو واحد عنده بي ام اي عالي هيزود ترايجليسرايد وكوليسترول ويقلل الاتش دي ال، تمام. بيقول لك للاسف يا دكتور ده بيدوكيومنت طبعا في فاريوس ايج جروب، التجربه دي اتعملت على ناس بمختلف الفئات العمريه ولاحظنا عليها نفس الكلام. بيقول لك بعد كده الفات distribution appears to of the fat، بيقول لك more important than the predictable fat او cardiovascular disease than total amount of fat. ليه بقى؟ يعني او ايه معنى الكلام في الاول؟ يعني قال لك الفات distribution او توزيعة الفات في الجسم على حسب، يعني هو متوزع الفات في رجليه وفي منطقة الباك وفي منطقة البطن ولا فين بالظبط؟ قال لك توزيعة الفات دي مهمة جدا اكتر من ان انا اشوف ان في كمية فات كتير اصلا ولا لا، لان واحد ممكن يبقى عنده كمية فات كبيرة بس متوزعة كويس في جسمه، شويه في ايديه، شويه في رجليه، شويه في بطنه، شويه في ظهره، وبالتالي الموضوع يبقى كويس. لكن لو كان الفات متركز في البطن بس، دي بقى المشكله بقى. بيقول لك دي حاجه اسمها اندرويد فات، وبالتالي بيقول لك الاندرويد فات باترن ده بيكون مور ميتابوليكلي اكتيف هاير ذان في الديسليبيديميا. يعني بيقول لك الاندرويد فات ده في الرجاله اكتر طبعا، يبدا ان هو يظهر بسبب الاندروجين وكده. يقول لك يا دكتور ده بيبقى ميتابوليكلي اكتيف وعالي جدا لو حد عنده ديسليبيديميا وتصلب في الشرايين، تلاقي ان غالبا الدهون كلها بتتجمع في منطقه البطن او متجمعه في مكان واحد يعني. بعد كده بيقول لك ملحوظه كده نبدا نتكلم فيها. بيقول لك ان الاديبوس تيشو از كونسيدرد از ايزوليتد اندوكراينال اورجان، يعني بيقول لك ان الاديبوس تيشو ده ممكن يبقى اندوكراينال اورجان ويفرز لي بقى هرمونات والكلام ده كله، ويبدا ان هو يطلع لي او يحفز لي هرمونات كتير بمعزل مع نفسه كده اكنه عضو خاص في الجسم، انت متخيل؟ ده كله من الاديبوس تيشو طبعا، ان هو فيه فات كتير بالذات لو كان ثيرموجينيسيس ممكن ينظم لي الكلام ده مع الهيبوثالاموس، تمام. طيب بعد كده بيقول لك ايه كمان يا دكتور؟ بيقول لك خلي بالك بس الديسليبيديميا دي هاي كوليسترول ليفل، يخلي لك الكوليسترول يتركز في مكان معين، تمام. هتخلي بالك من الحته دي، ان هو الديستريبيوشن بتاع الفات بيكون اكتر واهم جدا بالنسبه لي من ان انا اشوف ان في توتال فات في الجسم، تمام، لان ممكن التوتال فات تبقى متوزعه وده مش مشكله، لكن لو ما كانتش متوزعه دي المشكله، تمام. فلازم اشوف الديستريبيوشن. بعد كده بيقول لك among الاوبيس بيرسون، بيقول لك those central adipose particularly at high risk، يعني بيقول لك اللي عنده central obese ده اكتر واحد عنده ريسك طبعا. بيقول لك ان في بعض الاحصائيات ان 1500 ست بيقول لك في 20 سنه مثلا، بيقول لك الويست تو هيب بيقول لك ريشيو هي دي اهم حاجه، الويست تو هيب ريشيو اهم كمان من البي ام اي. بيقول لك was highly predictable occurrence للفيتال مايوكارديال انفاركشن، مايوكارديال انفاركشن قاتل بالنسبه لهم. اهم حاجه انا حددت من مين؟ هل من البي ام اي بس؟ قال
لك لا يا دكتور ده انا كمان حددت من الويست تو هيب ريشيو اللي هي اهم حاجه. يبقى انا حددت من الويست تو هيب ريشيو اللي هو اشوف الوسط كده عرضه قد ايه واشوف الهيب عرضه قد ايه، اقسمهم على بعض، ودي النسبه اللي بتطلع لي مقياس افضل من البي ام اي بكتير، لان هي بتديني توازن جسمي يعني. بعد كده بيقول لك الاوبيز امونج ادلت اسوشيتد ويز انكريز ليفت فنتريكولار ماس وباورفول. بعد كده اندبندنس على مستوى بريدكتابل فاكتورز بتكون موجوده في المورتاليتي، بتزود معدلات المورتاليتي والموربيديتي ريت في الكارديوفاسكولار ديزيز، يعني تزود معدل ان هو يتوفى بالكارديوفاسكولار، وتزود الامراض المصاحبه زي الاوبيستي والهايبرتنشن والديابيتس والهايبرليبيديميا وكل الكلام ده. بيقول لك بعد كده السنترال اوبيز از بارت اوف ميتابوليك سيندروم which appears as associated increase للكارديوفاسكولار ديزيز او الكوروناري ارتري ديزيز هنا تحديدا in both sex. تمام يا دكتور. يبقى ده معناه ان السنترال اوبيس بتبقى موجوده في البوث ثيكس الاثنين، مش شرط ان هي تكون موجوده في الرجاله بس ولا في الستات بس. وبيقول لك ده بيزود معدلات الاصابه بالكوروناري ارتري ديزيز او امراض الشريان التاجي. بعد كده بيقول لك الميتابوليك سندروم اللي هي المتلازمه اللي احنا عارفينها طبعا، ميتابوليك سندروم وليها اسماء كتير هنتعرف عليها كمان سلايدين كده. بيقول لك والله يا دكتور ده بتكون اسينشال فيتشرز للبيرسون اللي بيكون عنده دنس او حاجه اسمها اثيروجينيك ال دي ال، اللي هو الاثيروجينيك ال دي ال اللي هو ممكن نقول عليه ان هو تصلب شرايين مع توفر ال دي ال بنسب كبيره. بيقول لك برضه خلي بالك ان الهايبرتنشن وامبيرد جلوكوز انتوليرانس وكمان الهايبر انسولينيميا كل الكلام ده هيبدا يحصل مع بعض، هيبدا يقلل السنسيتيفيتي بتاعت الاكشن بتاعت الانسولين على البريفرال سيلز، هيجيب له انسولين ريزيستنس، وبعد ما يجيبها له هيبدا برضه يجيب له المشاكل اللي بتتعلق بيها، واكنه دخل في تايب 2 دايابيتس، وكل ده ميتابوليك سندروم كده على بعض هنلاقي عنده كل الكلام ده. طيب دلوقتي بقى كده يا دكتور تالت حاجه بيقول لك ان الهايبر انسولينيميا برضه هتبدا تحصل معانا، يعني الانسولين هيكون في زياده عاليه جدا في المستويات بتاعته، وبيقول لك ده دايما اسوشيتد مع الليبيد دي ارينجمنتس، يعني بيقول لك ترتيب الدهون ده اللي موجود في الجسم هيبقى مضطرب بشكل كبير جدا، يعني في الغالب كده الدهون هتزيد بشكل كبير خالص. بعد كده بيقول لك انكريز البرودكشن بتاع البلازمينوجين اكتيفيتور انهبيتور. يعني ايه يا دكتور بلازمينوجين اكتيفيتور انهبيتور؟ قال لك والله ان انت عندك حاجه اسمها البلازمينوجين في الجسم، قال لك البلازمينوجين ده في حاله طبيعيه وبدام انت سليم وما عندكش اي مشاكل، البلازمينوجين ده بيتحول لبلازمين، البلازمين بيبدا يروح لخيوط الفيبرين اللي بتعمل الجلطات الوحشه دي، يقوم ايه مبوظها على طول، يخلي خيوط الفيبرين بتاعه الجلطات اللي بتعمل لك جلطات مضره طبعا مش الجلطات الحلوه، تمنع لك الجلطات الوحشه، وده شيء كويس جدا البلازمين ده. لكن للاسف يا دكتور لما الانسولين ده يزيد زياده عن اللزوم هيمنع لك حاجه اسمها، يعمل حاجه اسمها بلازمينوجين اكتيفيتور انهبيتور، يعني للاسف اهو البلازمينوجين اكتيفيتور انهبيتور ده هيتمنع. يبقى ده معناه ان البلازمينوجين يا دكتور مش هيتحول لبلازمين، والبلازمين ده مش هيقدر ان هو يكسر خيوط الفيبرين، وبالتالي خيوط الفيبرين تفضل تتراكم 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 لحد ما تعمل جلطه يا دكتور، وبالتالي اللي عنده انسولين عالي يبقى عنده معدل جلطات عالي. تمام. بيقول لك بعد كده انهانس البروليفريشن اوف ذا سيلز في الاثيروسكليروتيك بليج، يبدا ان هو يزود البروليفريشن بتاعه السيلز للاسف اللي تخليك تعمل لك او هتحصل لك بعد كده اثيروسكليروتيك بليج، هيحصل لك يعني السداده بتاعه الجلطات اللي احنا عارفينها تتكون عندك للاسف، وبالتالي تعمل مشكله كبيره تعمل لك جلطه. بعد كده بيقول لك امونج البيشنتس بتاعه الهايبر انسولينيميا، كل العيانين اللي عندهم هايبر انسولينيميا تلاقي عندهم انكريز البريفالنس اوف كارديوفاسكولار ديزيز. بعد كده بيقول لك اند ريليشن امونج الابنورمال انسولين ليفل، يعني المستوى الانسولين الغير طبيعي ده، بيقول لك جلوكاجون او جلوكوز، هنا جلوكوز ميتابوليزم هيبدا ان هو يتاثر معايا طبعا لان الانسولين عالي جدا، فبالتالي ده معناه ان انا شغال كل الجلوكوز شغال اخزن فيه اخزن فيه اخزن فيه واعمل بقى لبيدات واصنع والكلام ده كله، فدي طبعا مشكله كبيره جدا يا دكتور معايا. تمام. فبالتالي بعد كده بلاقي ايه موجود معايا، بيقول لك يا دكتور برضو السيفيريتي بتاع الكارديوفاسكولار ديزيزز هتبقى ريبورتد، هنبدا ان احنا نلاحظها وندونها. تمام. كل الكلام ده بيبقى موجود معايا. بعد كده يا دكتور سؤال مهم جدا هيجي في الامتحان غالبا، اللي هو الكومبوننت بتاعت الميتابوليك سيندروم. ايه هي الكومبوننت بتاعتها؟ قال لك والله يعني ايه هو اللي بيحصل في الميتابوليك سيندروم. واحد يقول لك هو يعني ايه اصلا ميتابوليك سندروم يا دكتور؟ هتقول له والله ميتابوليك سندروم هي الريفان سندروم، هي السندروم اكس، هي الانسولين ريزيستنس سندروم، هي الميتابوليك ريسك فاكتور سندروم. خلي بالك بس من كلمه ريفان اللي هي ار اي اي في اي ان ابوستروف اس وبعد كده سندروم، دي المصطلح اللي انت تكتبها بيه، دي اسمها ريفانز يعني. يبقى ريفانز سندروم هي الميتابوليك سندروم. تمام. يبقى ايه اللي ممكن يا دكتور تبقى الكومبوننت بتاعتها؟ قال لك اول حاجه العيان ده هيبقى عنده اول حاجه، بص انا عايزك تجيبهم كده ايه بالشكل اللي انا قوله لك. اول حاجه عنده كوروناري ارتري ديزيز، طب تمام، وبعد كده عنده كورونيك كيدني ديزيز، شفت ازاي جو اتنين مع بعض اهم.
قال لك بعد كده هلاقي عنده ايه يا دكتور؟ هلاقي عنده سكر وسمنه وسكر وضغط ودهون. تمام، سمنه وسكر وايه وضغط ودهون، يبقى سمنه وسكر كأنك هتعمل كيكه، سمنه وسكر اوبستي وتايب 2 دايابيتس. بعد كده هلاقي عنده مين تاني؟ ضغط ودهون. تمام، ادي هو يا دكتور هايبرتنشن وديسليبيديميا. بعد كده هلاقي عنده طبعا هايبر يوريسيميا، هلاقي فيه يوريك اسيد كتير جدا، في سيستميك انفلاميشن، في نان الكحوليك فاتي ليفر ديزيز، في برضه عنده حاجات كتير تاني زي مثلا البروثرومبنستي او البروثرومبيك ستيتس. دي على فكره مش هتفتكرها في الامتحان، سيبك منها يعني، افتكر غيرها. يبقى البروثرومبيك ستيتس قال لك والله البروثرومبين يا دكتور هلاقي عنده عالي جدا، وبالتالي معدلات الجلطات هتبدا ان هي تزيد، طبيعته يعني مع ميتابوليك سندروم. يقول لك بعد كده في بي سي اوز اللي هي متلازمه تكيس المبايض، بوليسيستيك اوفري سندروم، وفي ميتابوليك اوستيو ارثرايتس اللي بالمناسبه يعني ميتابوليك اوستيو ارثرايتس دي في منها نوعين، في منها الاوستيو ارثرايتس اللي ممكن تيجي لواحد فوق سن ال 50 سنه اللي هي البرايمري الطبيعيه، وفي واحده سكندري بسبب بوست تروماتيك او بوست اوبراتيف والكلام ده تيجي ممكن في سن الثلاثينات، تخلي بالك منها. بيقول لك دلوقتي بقى يا دكتور معانا الديسليبيديميا. يعني ايه ديسليبيديميا دي يا دكتور؟ قال لك تعالى كده نفرق الكلمه زي ما عملها الدكتور في المحاضره. قال لك ديسليبيديميا، يبقى ديس معناها اضطرابات يعني مال فانكشن كده، حاجه مش شغاله كويس. وبعد كده بيقول لك ليبيديميا. يعني ايه ليبيديميا دي؟ قال لك والله يا دكتور ليبيد يعني دهون يعني، وبعد كده ايميا في الاخر معناها الدم، يبقى في اضطراب في الدهون اللي موجوده في الدم، ودي ممكن تكون برايمري او سكندري. قال لك الانترودكشن بتاعتنا ان الديسليبيديميا ار alterations اوف ذا بلازما ليبيد بروفايل. بيقول لك البلازما ليبيد بروفايل ترايجليسرايد بقى والكلام ده كله يبدا ان هم يتغيروا، والاتش دي ال والال دي ال والاي دي ال كمان. قال لك والله بعد كده دكتور البروفايل هيبدا انه يتغير اسوشيتد ويز الكلينيكال كونديشنز على حسب الحاله اللي قدامك. فبيقول لك ان اولسو كمان الديسليبيديميا دي بتسميها او بنعرفها ان هي ريزد للبلازما كونسنتريشنز اوف توتال كوليسترول. الكوليسترول بيبقى عالي جدا، ال دي ال بيكون عالي جدا، ترايجليسرايد عاليه جدا، وبيكون عندي مستوى قليل من الاتش دي ال، وكمان عندي كومباينيشن للفيتشرز دي، ممكن الاقي كذا حاجه تحصل مع بعض، مش شرط واحده، كل واحده وحدها يعني. بيقول لك بعد كده ميجور ريسك فاكتورز للاسكيميك هارت ديزيز. يعني لو حد عنده دهون كتير غالبا ممكن يجي له اسكيميك هارت ديزيز، يعني ده معناه ان يحصل تصلب في الكورونري ارتري، وبالتالي لما يحصل له تصلب بكتر الدهون اللي اتراكمت فيه يبدا يا دكتور يحصل له ايه؟ الدم ما يوصلوش كويس للهارت يعني، وبالتالي يحصل اسكيميا، الدم ما يوصلش للهارت، وبالتالي يحصل مايوكارديال انفاركشن، والمشاكل بتاعتنا تزيد واحده واحده. يحصل في الاول اسكيميا، وبعد كده ممكن تزيد الاحتماليه المايوكارديال انفاركشن. طيب دلوقتي بقى يا دكتور قال لك الاثيروسكلوروزس والكارديوفاسكولار ايفنتس. يعني اثيروسكلوروزس لما نيجي نشوفها ونقارنها بالهايبرتنشن اللي هي فازو كونستريكشن، يعني قال لك اثيروسكلوروزس تعمل لي فازو كونستريكشن، والفازو كونستريكشن او الهايبرتنشن يعني بتعمل لي اثيروسكلوروزس، لان بالذات الهايبرتنشن بتعمل حاجه اسمها مايكروتروما اوف ذا انتمال لاير. دي بتبدا ان هي تبوظ لك الانتما، وبتبدا ان هي ترسب عليها دهون، فبالتالي يعني تخلي اكثر عرضه ان هي ترسب عليها دهون. فممكن نقول يا دكتور ان الديسليبيديميا از هاي ريسك فاكتورز، او لا نعكس بقى نقول ان الهايبرتنشن از هاي ريسك فاكتور او بريسيبيتيتنج فاكتور اوف ذا ديسليبيديميا او الهايبر ليبيديميا. تمام. طيب بعد كده بيقول لك يا دكتور شويه ملحوظات كده مش مهمه يعني. بيقول لك الدبليو اتش او قالت لك ان الجلوبال بريفالنس بتاع الريزنج بلازما توتال كوليسترول ليفل بيقول لك فوق ال 25 سنه، لو التوتال كوليسترول زاد عندك فوق ال 25 سنه بيقول لك والله يا دكتور هيبقى في 40% احتماليه اكثر ان انت ممكن يجي لك اسكيميك هارت ديزيز. بيقول لك او ستروك جلطات يعني، بيقول لك اتريبيوتد لي اليفيتد بسبب علو الليفل بتاع ال دي ال كوليسترول. تمام، ملحوظات مش مهمه يعني، تشطب عليها على طول. يعمل لها ايه بقى يا دكتور دي؟ نيجي كده عليها ونقوم شاطبين كده بالشكل اللي انت ايه شايفه ده. والله احنا كده هنضيع وقت بس ما علينا يعني. المهم بعد كده الكلاسيفيكيشن بتاعت الديسليبيديميا قال لك في برايمري يا دكتور وفي سكندري. تمام، طب البرايمري دي ممكن تبقى عباره عن ايه؟ قال لك والله ده ممكن تكون فاميلي هيستوري مثلا، يعني تاريخ مرضي في العيله كلهم بيجي لهم ديسليبيديميا، دي طبيعه الجينات كده ان هي بتخزن دهون على طول وبتعمل الكلام ده. يقول لك ممكن تبقى سكندري تو اذر كونديشن زي الديابيتس او الاوبستي او ان ان هيلثي لايف ستايل. يعني ده معناه واحد ما بيعملش حاجه في حياته سيدنتري، ممكن يكون اوبستي، ممكن يكون ديابيتس، كل الكلام ده ممكن يعمل سكندري ديسليبيديميا. تمام. بيقول لك ذا لاتر بينج مور كومون، يعني بيقول لك ان انت عندك يعني ايه لاتر يا دكتور؟ يعني الحاجه الثانيه. فانت عندك برايمري دي فاميلي هيستوري نادره جدا ان انت تلاقي حد كده، لكن سكندري لو حد عنده ديسليبيديميا ودهون وتخين هتيجي تساله هو انت عيلتك كلها كده؟ هيقول لك لا ده انا بس، او انا مثلا واثنين تانيين، فبالتالي حاجه ملهاش علاقه بالعيله قوي. تمام، فذا لاتر از مور كومون، يبقى سكندري ديسليبيديميا از مور كومون ذان برايمري ديسليبيديميا. لما تيجي في الامتحان تغلط فيها يبقى انت اللي مش مركز وسرحان. تمام.
بيقول لك بعد كده ذا كومباينيشن اوف هاي ليفل ترايجليسرايد ولو اتش دي ال وكمان توجذر، بيقول لك هما الاثنين مع بعض اسمور بريفالنس طبعا. ليه؟ ان السمول ال دي ال هيبدا ان هو يكون برضه موجود بشكل كبير، دنس ال دي ال لانه موجود بكثافه عاليه. بيقول لك ريفيرز تو ثيروجينيك هايلي بريفالنس للبيشنت اللي عندهم ديابيتس او عندهم ميتابوليك سيندروم، ان يزيد الريسك بتاع الكارديو فاسكولار ديزيز لو عنده ديابيتس او ميتابوليك سيندروم. تمام، تخلي بالك من الكلام ده مهم جدا. بيقول لك بعد كده ملحوظه، بيقول لك جيفن انكريزنج البريفالنس بتاعه الديابيتس على مستوى العالم، بيقول لك تريت الليبيدز ابنورماليتيز في البيشنتس دول. يعني بيقول لك اللي على مستوى العالم كله بتزيد نسبه الاصابه بالديابيتس، فالافضل معاهم ان انت تبدا تعالج الابنورماليتي او الليبيد ابنورماليتي اللي عامل مشكله، وبالتالي لو عالجت الليبيد ابنورماليتي في الغالب كده هتبقى الدنيا تمام في الديابيتس ويتعالج. بيقول لك بعد كده هايبر ليبيديميا يا دكتور، نبدا نتكلم ونكمل كلامنا عليها. بيقول لك والله اتكلمنا هنا الاول على الديسليبيديميا اللي هي عدم توزيع الدهون بشكل صح في الجسم، والدهون ممكن تبقى في الشرايين والكلام ده. دلوقتي بقى الهايبر ليبيديميا زياده الدهون ذات نفسها، هتعمل لي ايه؟ قال لك والله يا دكتور يعتبر نفس المصطلح بتاع الهايبر ليبيديميا. قال لك الديسليبيديميا از امبورتنت تو كوريليتيف او كوريكتابل فاكتور على مستوى الكارديو فاسكولار ديزيز، هي اكثر المسببات هي الديسليبيديميا او الهايبر ليبيديميا. بيقول لك there is a strong independent continuous grading relations between cholesterol واللو density lipoproteins، ان هو يكون موجود بنسبه كبيره يعني، وكمان الريسك بتاع الكارديو فاسكولار ايفنتس. يعني اللي عنده دهون من دي كتير ال دي ال والكلام ده وترايجليسرايد وكوليسترول هيكون عنده اكتر احتماليه للاصابه بالكوروناري ارتري ديزيز والكارديو فاسكولار ديزيز يعني. طب وبعد كده بيقول لك this relations has been clearly demonstrated in the men and women in all groups of ages، يعني كل الأعمار في الرجالة والستات مع بعض، مفيش حد بيتميز عن حد. طب تمام. بيقول لك يا دكتور more than one half of the USA، بيقول لك يعني اكتر من نص الناس في اليو اس اي في السكان الولايات المتحده بيقول لك عندهم التوتال كوليسترول اكتر من 200 مللي جرام لكل ديسيليتر. دي نسبه كبيره جدا طبعا يا دكتور، خلي بالك من الكلام ده. يبقى لما نتكلم على الديسليبيديميا تحديدا يا دكتور اكثر شيوعا في الرجاله ولا الستات؟ قال لك الاثنين زي بعض اهو يا دكتور، مكتوب قدامك ولا لا؟ قال لك اهو ذيس ريليشنز اللي هي ما بين ال دي ال والكلام ده كله، ونسبه الهايبر ليبيديميا والديسليبيديميا في الرجاله زي الستات في كل الاعمار كمان. تمام. هنا بقى نسب، بيقول لك يا دكتور ان 1% زياده في ال دي ال هيزود لك 3% احتماليه ان يجي لك كارديو فاسكولار ديزيز، وكلام يعني مش مهم يعني ما تقراهوش. بيقول لك بعد كده دكتور ديسبايت، بالرغم من ان في جريت بروجريس وتطور كبير جدا ان ريديوسينج اول كوزز اوف مورتاليتي اوف ذا اند برولونجد لايف اكسبنتنسيتي، ان هو معدل قضاء الحياه بالنسبه للناس بشكل كويس، وان في تطور كتير في الموضوع ده وتقليل معدل الوفيات والكلام ده. قال لك يا دكتور لكن للاسف ان النمبر اوف كيسز ذات رابيدلي انكريز، للاسف ان الحالات دي عددها بتسوء، زي كده ما يقول لك ان انت عندك كوفيد والناس بتحاول تصارعه والكلام ده وتحاربه، لكن هو برضه شغال ينتشر، نفس الفكره يعني. بيقول لك this increase is thought to be result from the multiple factor include Europeanization، بيقول لك ان هو الناس بتبقى ماشيه بالنهج الاوروبي اكتر، او modernization اللي هم ماشيين برضه بالنمط الحديث او نمط المدن الحديثه يعني وكده، واللايف ستايل تشينج للاسف يا دكتور لو بيكون سيدنتري، والبوبيوليشن ايجينج، كل ده مع بعض يعمل لك هاي ريسك فاكتور للكوروناري ارتري ديزيز. تمام. بعد كده يا دكتور بيقول لك the profile of the plasma lipids disorder observed في الميدل ايست populations different from that other regions في الورلد. يعني بيقول لك الكلام اللي بيحصل في الميدل ايست ده اكتر حاجه هو اللي بيبدا يكون with atherogenic dyslipidemia في المور كومون، يعني ده معناه اغلب الناس في الميدل ايست اكتر من دول العالم كلها وامريكا وبريطانيا واوروبا. بيقول لك اكتر ناس في الميدل ايست في الشرق الاوسط هم اللي عندهم بقى يا دكتور للاسف الديسليبيديميا الاثيروجينيك للاسف، يعني اللي بتعمل لك تصلب شرايين. بعد كده قال لك يا دكتور والباثولوجي بتاعها بسببه ايه؟ يعني قال لك والله اللايبوبروتينز ار عباره عن لارج موليكيولز، بيقول لك كومباوندز او مكونات كبيره، يعني بيقول لك essential to transport الكوليسترول اند ترايجليسرايد within the blood، هي المسؤوله ان هي بتنقل لك الكلام ده كله في الدم ما بين الليفر والاكسترنال تيشو والاكسترنسيك تيشوز والكلام ده كله. فبالتالي قال لك اللي بيحصل بقى، قال لك they contain a lipid core composed of the triglyceride وكوليسترول استر. بيقول لك والله بعد كده يبدا ان هو فيهم فوسفوليبيد specialized بروتين known as apoprotein. يبقى الابولايبوبروتين زي دكتور عباره عن بروتينات معاها شويه دهون، وبتنقل ان هي تنقل لك بعد كده الكوليسترول من الجسم ده، وبتنقل لك حاجات كتير، وليهم فاميلي ممبر كمان اعضاء عائله. بيقول لك الميجر فاميلي ممبر من اللايبوبروتينز هم مين؟ سؤال مقالي هيجي في الامتحان يا دكتور، خلي بالك. كايلو مايكرون، كايلو مايكرون، اوعى تنسى كايلو مايكرون مهم جدا. يبقى كايلو مايكرون ال دي ال وفي ال دي ال واي دي ال واتش دي ال. هنقول لهم تاني كده يا دكتور، كايلو مايكرون، بعد كده تحط لي ال
ال دي ال اللي هي لو دنسيتي لايبوبروتين، بعد كده في ال دي ال اللي هي فيري لو دنسيتي لايبوبروتين، وممكن تحط في النص كده الاي دي ال اللي هي الانترميديت دنسيتي لايبوبروتين، وبعد كده في الاخر خالص الاي دنسيتي لايبوبروتين اللي هي الهاي نسبته عاليه خالص وكثافته عاليه والكلام ده، يبقى اتش دي ال. يبقى كايلو مايكرون في ال دي ال انترميديت اي دي ال يعني، والاتش دي ال اوعى تنساهم. تمام. بيقول لك بعد كده دكتور الابولايبوبروتينز دي necessary for the structure of the enzymes and the processing of the lipid، يعني هي مسؤوله جدا في تصنيع الليبيدات والكلام ده، عشان هي بتنقل لي الدهون للليفر والكلام ده كله، وبتاخد لي الدهون من الجسم، وممكن برضه توديها لمكان تاني وتبدا ان هي ايه تسرحها كأنها تسرح الدهون دي من الجسم. دلوقتي بقى دخلنا على نهايه المحاضره يا دكتور. بيقول لك برايمري بريفنشن، ازاي اعمل برايمري بريفنشن، ويعني ايه اصلا برايمري بريفنشن؟ قال لك لما اقول لك كلمه برايمري بريفنشن يبقى انا لازم اعمل حاجتين يا دكتور. يبقى قال لك ايه الحاجتين؟ قال لك decrease incidence of the disease، يبقى تقول له increase incidence of the disease decrease incidence of the disease، يعني قلل معدلات حدوث المرض اللي موجود عندي ده علشان يسبب لي الكارديوفاسكولار ديزيز، يبقى قلل معدلات الحدوث. دي اول نقطه. تاني نقطه ان انا اعمل treat all the causative factors، يبقى لازم تكتب الكلمتين دول يا دكتور وانت بتكتب السؤال بتاعك. يبقى لو جينا كده نتكلم مثلا على سؤال زي كده هنكتب ايه؟ تعالى كده يا دكتور مثلا نشوف السؤال بتاعها اهو. تمام، سؤال مهم جدا على الموضوع ده. قال لك يا دكتور قول لي هي البرايمري بريفنشن اوف ذا كارديوفاسكولار ايفنتس ان ذا هاي ريسك اوف individuals. هتقول له يا دكتور الايم بتاعي تو بريفنت ذا كارديوفاسكولار ايفنتس اند ديزيزز لايك، وتسمي له بقى الامراض بتاعتك اللي انت عايز تقلل الانسيدنس بتاعتها، زي الهاي كوليسترول والهاي بلاد بريشر والسموكينج والديابيتس، يعني سيبك من السموكينج يعني، والديابيتس يا دكتور، والان هيلثي دايت، تقلل المعدلات بتاعته، والفيزيكالي انكتيف، تخلي بالك من الكلام ده. دي اول نقطه في الاجابه بتاعتك للسؤال. طب تمام، ايه بعد كده تاني يا دكتور؟ قال لك والله بعد كده هبدا ان انا اقلل او اعالج الديسليبيديميا اللي هو المرض اللي موجود حاليا. قال لك تريت اول ذا كوزيتيف فاكتور، فبالتالي مين اكتر كوزيتيف فاكتور يا دكتور اتكلمنا عليه طول المحاضره؟ قال لك بص، هايبرليبيديميا، ديسليبيديميا، كل الكلام ده دكتور بتاع الديسليبيديميا هو اهم حاجه لازم امنعها، يبقى ده الاساس. يبقى الاساس بتاعي ان انا اعالج الديسليبيديميا عن طريق طبعا ان انا هعمل حاجات كتير، ليبيد لورنج ثيرابي اللي هو الستاتين اديله ادويه، ولو ما نفعتش الادويه يبقى ثيرابيوتيك لايف ستايل تشينجز هنقولها دلوقتي طبعا هيجي دورها في المحاضره. يبقى قال لك يا دكتور زي ما قلت لك كده ديكريز الانسيدنس بتاعت الديزيز، وبعد كده ابدا اعالج الكوزيتيف فاكتور اللي اهمها الديسليبيديميا. قال لك يبقى في منشاه كده بيقول لك اسمها ويست مش عارف سكولدن مش عارف مين كده كوروناري بريفنشن ستادي مش عارف اسمها اسم غريب كده مش هقراه طبعا. يقول لك بعد كده ديمونستريت ذات ذا تريتمنت اوف ذا مين ات ذا ريلاتيفلي هاي ريسك اوف ذا بروفاندلي، يعني بنسبه كبيره جدا اليفيت الكوليسترول ليفل عنده. بيقول لك يبقى ده يا دكتور لازم الاحظ ان الشخص ده بيقول لك في التجربه دي اللي عملوها ان هم عالجوه يعني وعملوا له برايمري بريفنشن للكوليسترول العالي اللي عنده، بيقول لك الحمد لله دكتور significantly ريديوس الريسك بتاع الهارت اتاك اللي كان موجود عنده والديث من الهارت ديزيز. الحمد لله الشخص ده ما توفاش بهارت ديزيز، ممكن يكون توفى بحاجه ثانيه يعني. يقول لك لكن المهم ان انا منعت معدلات الحدوث بتاعه الوفاه، ومنعت يا دكتور الحاجات اللي هي كانت ريسك فاكتور ان هي تضره، فالحمد لله الدراسه نجحت يعني. بعد كده بيقول لك في شويه جبان مش عارف دراسه كده على الجبان ومش عارف الليبيد والكلام ده مالكش دعوه بيهم، ما تقراهمش برضه. يقول لك بعد كده نفس الموضوع ما تقراهمش دول برضه. يقول لك يا دكتور ده السكندري بريفنشن، ان انت تمنع المرض ذات نفسه او تمنع الحاجات السكندري، زي مثلا ان انت ما تخلوش ياكل كتير علشان ما يتخنش، عشان ما يجيلوش هايبر ليبيديميا، علشان ما يجيلوش كارديوفاسكولار ديزيز، حاجات زي كده يعني. تمام. طيب بعد كده بيقول لك يا دكتور ان المانجمنت بتاعنا للليبيد هيكون عباره عن ايه؟ قال لك ديسبايت، برغم من ان الايفيدنس او الادله بتقول وبتدعم ان العلاج بتاع الديسليبيديميا بيكون لارج نمبر اوف بيشنت ان تريتد، بيقول لك غالبا يعني اغلب العيانين مش بيتعالجوا منها، لكن بيقول لك ان في منظمه كده اسمها ناشونال كوليسترول اديوكيشن بروجرام، وكمان حاجه اسمها ادلت تريتمنت بلين اللي هي اي تي بي 3. بيقول لك والله هاز ريليزد او اكتشفوا في الاخر خالص ان في شويه جايد لاينز او شويه تعليمات او ارشادات في علاج العيان بتاع الديسليبيديميا علشان نعالج العيان ده في الادلت. تمام. فبيقول لك هنا بقى ان الجايد لاينز دي او الارشادات او التعليمات دي بتركز على اول حاجه، خلي بالك من اللي بتركز عليه، identifying the risk of the cardiovascular morbidity and mortality. طبعا يبقى بشوف ايه الحاجات اللي هي يعني زي ما تقدر تقول كده الامراض المصاحبه، ابدا ان انا احددها ايه الامراض المصاحبه للعيان اللي قدامي، وبعد كده ابدا احدد الابروتش يا دكتور او identification يعني للابروتش تارجتد الثيرابي، يعني ابدا احدد الهدف من العلاج وانا ايه الهدف بتاعي من العلاج، وبالتالي اقدر ان انا احدد العلاج. انا مستحيل تدي علاج كده بدون اي ما تعرف السبب بتاع العلاج بتاعك، يبقى لازم اعرف انا هعمل علاج لايه بالظبط والهدف بتاعه ايه، فبالتالي اقدر ان انا اتوصل للعلاج بشكل صح يعني. طب تمام.
ده اللي هيجي في الامتحان بقى يا دكتور. جايد لاينز اوف ذا برايمري بريفنشن للكوروناري ارتري ديزيز، او مثلا ممكن يقول لك اي حاجه من امراض القلب يعني وكده، اسكيميك هارت ديزيز ايا كان، كلهم زي بعض. فالمهم يا دكتور هبدا ان انا اكتب له ايه بقى الكلام الحلو بتاعنا ده اللي هو الليبيد لورنج ثيرابي وتريتمنت ديسليبيديميا، والايم بعد كده ان انا اعمل بريفنشن للكارديو فاسكولار ايفنتس، الكلام الحلو ده. فقال لك يا دكتور ان اول ستاديز او اول ادلت لازم يكونوا فوق ال 20 سنه، بيقول لك او اكتر من كده without الهيستوري اوف ذا كارديو فاسكولار ديزيز، يعني زي وزيك والكلام ده كله. بيقول لك او الاذر اثيروسكليروتيك ديزيز، ما عندهمش اي مرض له علاقه بالقلب. بيقول لك لازم يا دكتور يروحوا يعملوا فاستنج ليبيد بانل كل 5 سنين، يعني كل 5 سنين على الاقل. انت 20 سنه اعملها السنه دي، وبعد كده وانت 25 اعملها، وانت 30 اعملها، وانت 30 اعمليها برضه، نفس الموضوع يمشي بالشكل ده كل 5 سنين. بدل انت فوق ال 20 سنه تعمل التحليل بتاع الليبيد بروفايل. بيقول لك ديترمينيشن للريسك فاكتور، تحدد ايه الريسك فاكتور اللي موجوده عندك علشان تبدا ان انت تدور لها على العلاج بتاعها وكده، زي مثلا الاوبيستي والتايب 2 دايابيتس والهايبرتنشن والديسليبيديميا، كل الكلام ده. ولازم طبعا تعالج اهم ريسك فاكتور موجود معاك اللي هو تريتمنت ديسليبيديميا عن طريق اول حاجه الميديكيشن زي ما قلت لك. طبعا دي هي في الاخر طبعا. في الاول طبعا بتدي ثيرابيوتيك لايف ستايل تشينجز اللي هي تي ال سي. زي ايه مثلا؟ قال لك اول حاجه يا دكتور طبعا تي ال سي ثيرابيوتيك لايف تشينج، زي مثلا الهيلثي دايت، ادي له اكل كويس، ريجولار اكسرسايز، تمارين، ويت كنترول، نو سموكينج، ريجولار سكريننج، ان كل 5 سنين بدل هو فوق ال 20 سنه يعمل ليبيد بانل. تخلي بالك من الكلام ده يا دكتور، ده السؤال بتاعنا طبعا. تمام، ده غالبا ممكن يجي في الامتحان، خلي بالك. طيب بعد كده يا دكتور قال لك والله ان في حاجه كده اسمها ال دي جولز، بيقول لك كات بوينتس على الثيرابيوتيك لايف ستايل تشينج وكمان الدراج ثيرابي. يبقى انا بشوف امتى بديله دواء وامتى بشتغل معاه تمارين. قال لك والله لو كان عنده مالتيبل ريسك فاكتورز، يعني عنده ريسك فاكتورز كتيره على اكتر من فتره 10 سنين، يبقى لا يا دكتور ده حالته خطيره جدا، لازم ان انا اقلل له غصب عنه ال دي اقل من 100 في الطبيعي يعني. تمام، وبعد كده ده الجول بتاعي طبعا. لكن لو هو كان ايه اكتر من 100 يا دكتور، يبقى للاسف هضطر ان انا اديله انيشال تي ال سي، يعني اديله مثلا تارجتد اللي هي ايه التارجتد لايف ستايل تشينجز او ثيرابيوتيك لايف ستايل تشينج. تمام، ده لو كان فوق ال 100 يعني. طب ولو كان فوق ال 130 يا دكتور، قال لك لا ده كده حاله خطيره شويه، لازم اتدخل بالادويه، بالذات ان هو عنده مالتيبل ريسك فاكتور، يعني ممكن يموت بجلطه دمويه مثلا ولا جلطه في القلب، فلازم اديله دراج ثيرابي اللي هي الستاتينز. تمام تمام. طب لو كان عنده يا دكتور 2 ريسك فاكتور او اكتر من كده شويه بس لسه ما دخلش في مالتيبل، قال لك يبقى لازم يا دكتور اقلل له ال دي ال عن على الاقل من 130. خلي بالك دايما اقل هنا، ما بيبقاش اكتر من حاجه، لازم اقل من 130. قال لك ولو للاسف زاد عن 130 يا دكتور هضطر ان انا اديله الثيرابيوتيك زي ما قلنا كده لايف ستايل تشينجز. ولو بعد كده زاد للاسف عن 130 تاني وفضل في الزياده بتاعته مستمره، هبدا ان اديله ستاتينز اللي هي الدراجز الادويه. طب بعد كده لو كان عنده مفيش ريسك فاكتورز اصلا، او كان عنده مثلا واحد ريسك فاكتور ان هو عنده مثلا ديابيتس، يبقى اعمل له ايه بقى؟ قال لك يبقى يا دكتور لا انا في العادي مش هديله مشكله كبيره يعني. قال لك الكوليسترول هيبقى اقل من 160. قال لك والله لو كان زاد عن 160، لا يا دكتور مثلا 180 200، لا هديله الثيرابيوتيك لايف ستايل تشينجز. تمام، ابدا اديله التمارين دي كلها. ونفرض يا دكتور ان هو زاد عن 190 وهو عنده واحد ريسك فاكتور، لا معلش يا دكتور لازم الادويه تتدخل ويكون الستاتينز دي هي متدخله. فتخلي بالك اهو 100 100 تمام، بعد كده 300 100 100 و130، وبعد كده هنا 130 130 130. يبقى انت هنا بدات ب 100 في الاثنين دول، 130 130 130 130 متثبته لغايه دلوقتي، و160 160 190. تخلي بالك هنا اقل اقل اقل، وهنا بتكون اكبر اكبر اكبر، وهنا اكبر اكبر اكبر. الموضوع بسيط جدا مفيش ابسط منه. يبقى 100 100 130 130 130 130، وبعد كده هنا معاك 160 160 190. موضوع بسيط، حاول توحدهم كده بحاجه تظبط الموضوع بالكامل كده. الحمد لله يا دكتور نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا. بس طبعا ما تجيش تقفل المحاضره، لا احنا لسه هنكمل شويه نوتس كده زياده اللي هي البنك اللي عمله زميلنا حسام على المحاضره. قال لك اول حاجه يا دكتور معانا البريفنتيف كارديولوجي. قال لك والله تعالى نشوف يا دكتور. بريفنشن معناها all measures taken علشان اقلل الانسيدنس بتاع الكارديوفاسكولار ديزيز. الكارديوفاسكولار ديزيز دي قال لك يا دكتور leading to cause morbidity ومورتاليتي. قال لك استيميت 30% من الكارديو من الحالات الوفيات في العالم، بيقول لك واحد من كل 3 من 36 او 1 ديث، بيقول لك ده السبب الرئيسي للموت. بيقول لك في 36 سيكوندز، بيقول لك في حاجات سنويه كده بتبدا ان هي تسبب الوفاه. المهم الدكتور قال لك مش هتيجي ارقام في الامتحان. قال لك بعد كده كوز مور ديث ذان الكومباينيشن بتاع
ان مثلا يكون عنده الكانسر والاكسيدنت والكلام ده كله، الديابيتس والسي او بي دي، ده بيقول لك ده اكتر كمان ما دام هو كورونري ارتري ديزيز. قال لك 1 افري 5 ديث بيقول لك في اليو اس اي، بيقول لك كوزد باي كورونري ارتري ديزيز. تمام، ده السؤال الثاني. ثالث حاجه بعد كده بيقول لك مايوكارديال انفاركشن بتحصل في الرجاله في سن ال 65، في الستات بسن ال 70. بيقول لك بعد كده كلاسيفيكيشن للكارديو فاسكولار ديزيز على حسب السن، كونجينيتال، روماتيك، اسكيميك، وهايبرتنشن، وهارت فيلير. بيقول لك ده المعدل المتساوي في الستات والرجاله، الروماتيك هارت ديزيز الستات اكتر، لكن الاسكيميك والهايبرتنشن والهارت فيلير ده كله في الرجاله اكتر. بيقول لك بعد كده ريسك فاكتور يا دكتور، معاك الموديفايبل والنون موديفايبل. النون موديفايبل كانوا الايج والجندر والجينetics والفاميلي هيستوري، لكن الموديفايبل يا دكتور كان معاهم السندروم اكس، ده ضيفها رقم 8. بيقول لك والله معانا الاستريس والسيدنتري لايف ستايل والسموكينج والاوبيستي والدايابيتس وهايبرليبيديميا وهايبرتنشن، كل دول موجودين معانا. قال لك نبدا نخش على الاوبيستي يا دكتور، ده عباره عن اكسسيف او ابنورمال، خلي بالك اهو اكسسيف او ابنورمال فات اكوميليشن في الاديبوس تيشو ليدنج تو هيلثي امبيرمنت يعني كومبليكيشن. بيقول لك الدايجنوستس بتاعه بالبي ام اي، ده لو قال لك ديسكاس الاوبيستي مثلا. بعد كده قال لك السنترال اوبيس لو كان اكتر من 100 سنتيمتر طبعا على مستوى الايه سيركمفرنس، الويست سيركمفرنس في الرجاله اكتر من 100، في الستات اكتر من 90. قال لك بعد كده امونج الاوبيس بيرسون، ما بين الناس الاوبيس دول بيقول لك اللي عندهم سنترال اديبوس تيشو، بيقول لك بارتيكولارلي هاي ريسك للكارديوفاسكولار ايفنتس. دايما اكتبها العباره دي تاخد عليها الدرجه بتاعتك. تمام. قال لك الاوبيس امونج الادلت يا دكتور بيكون عندهم انكريز الليفت فنتريكولار ماس. بيقول لك بعد كده اسوشيتد مع السنترال اوبيس بارتيكولارلي بالذات لو كان عندهم ميتابوليك سندروم which appears to be associated مع الكارديوفاسكولار ايفنتس اللي هي هتزيد في احتماليه الفيميل والميل الاثنين مع بعض بوث 6. قال لك بعد كده اللينك بين الاوبيستي والكارديوفاسكولار، قال لك انكريز الكوليسترول والترايجليسرايد، وان يقل عندك الاتش دي ال ويزيد ال دي ال عامه. قال لك الفات ديستريبيوشن هيكون اكتر يا دكتور بريدكتابل للكارديو فاسكولار ديزيز او كورونري ارتري ديزيز، ويزود الاماونت اوف فات بزياده الدهون يعني. قال لك الاندروجينيك فات بيكون مور ميتابوليك اكتيفيتي، وبيكون طبعا هايلي اسوشيتد مع الديسليبيديميا في الرجاله اكتر. تمام، هيدي لك الديسليبيديميا في الاخر. بيقول لك اديبوس تيشو از كونسيدرد از ايزوليتد اندوكراينال اورجان، ممكن يبقى عضو كده مع نفسه يفرز هرمونات زي ما قلت لك. بعد كده قال لك ميتابوليك سندروم، قال لك مالها بقى؟ قال لك از اسينشال فيتشر الحاجه اسمها الاثروجينيك ال دي ال، وبالتالي بعد كده بيقول لك ان هو يسبب لك الجلطات يعني. بيقول لك زي مثلا الهايبرتنشن والامبيرد جلوكوز انتوليرانس والهايبر انسولينيميا، كل الكلام ده ممكن يصاحب معايا في الميتابوليك سندروم، يبقى هايبرتنشن من ناحيه، بعد كده امبيرد الجلوكوز انتوليرانس، وده من ناحيه ثانيه طبعا والهايبر انسولينيميا. بيقول لك بعد كده ديكريز السنسيتيفيتي تو ذا اكشن اوف ذا انسولين على البريفرال تيشو، كل ده بسبب مين؟ بسبب الميتابوليك سندروم. قال لك بعد كده الهايبر انسولينيميا اسوشيتد مع الليبيد طبعا دي ارينجمنت زي ما قلت لك. وكمان بالنسبه للموضوع بتاع اللي اتكلمنا فيه هنا هو اللي هو البلازمينوجين فاكتور. تمام، بلازمينوجين اكتيفيتور انهبيتور، خلي بالك منه. بعد كده يا دكتور قال لك الكومبوننتس بتاعت الميتابوليك سندروم، المكونات بتاعتها. قال لك والله اوبيستي، هايبر ليبيديا، هايبر يوريسيميا، وهي مثلا تايب 2 دايابيتس يبقى سمنه وسكر زي ما قلت لك، هايبر يوريسيميا وهايبر تنشن. قال لك كورونري ارتري ديزيز وكرونيك كيدني ديزيز، اللي هو كورونري ارتري ديزيز، كرونيك كيدني ديزيز. بعد كده نون الكحوليك فاتي ليفر ديزيز، سيستميك هايبرتنشن، بوليسيستيك اوفري سيندروم، ميتابوليك اوستيوارثرايتس، ديسليبيديميا، وبروثرومبين ستيتس. بعد كده الديسليبيديميا يا دكتور قال لك والله زياده في البلازما كونسنتريشن بتاع الكوليسترول، زياده في ال دي ال، زياده في الترايجليسرايد، وقله على مستوى ال دي ال. خلي بالك من الكلام ده، اول واحده ممكن تنساها بلازما كونسنتريشن للكوليسترول، خلي بالك منها. يقول لك بعد كده ار ميجور ريسك فاكتورز للاسكيميك هارت ديزيز، دي كلها الديسليبيديميا طبعا. يقول لك 1% زياده في ال دي ال تزود لك 3% كورونري ارتر ديزيز. يقول لك في الميدل ايست بيكون عندهم الاوروبرايزيشن او الاوروبيوناريزيشن اللي هو الطابع الاوروبي زي ما قلت لك، المودرنايزيشن واللايف ستايل تشينج والبوبيوليشن تشينج او الايجنج، بوبيوليشن ايجنج يعني هم بيكبروا في السن. يقول لك ده كله بيزود الاحتماليه بتاعه المالتيبل فاكتور ان يصيب الانسان ده بالكارديوفاسكولار ديزيز. فقال لك اسمها ميدل ايست اند نورث افريكا اللي هي مينا. تمام. بيقول لك بعد كده كلاسيفيكيشن للديسليبيديميا، بيقول لك والله في برايمري وسكندري. بيقول لك الثانيه هي اللي موست كومون اللي هي السكندري. بيقول لك موست كومون بيقول لك ديو تو كونسنتريشنز او كونديشنز such as diabetes وobesity unhealthy لايف ستايل. يقول لك ان في حاجه اسمها اثروجينيك برضو، it is a combination. بيقول لك من الترايجليسرايد ان هي عاليه والال دي ال يكون دايما ايه، خلي بالك هي مش لو ال دي ال، هي المفروض ان هي ايه اثروجينيك دي هيكون فيها هاي ترايجليسرايد وكمان دنس ال دي ال. تمام، بمعنى اصح يعني ال دي ال هيكون دنس ومركز اكتر. بعد كده بيقول لك هايلي بريزيستنس في الدايابيتيك بيشنت والميتابوليك سندروم، ويزود لي المعدل بتاع كورونري ارتري ديزيز، دي اسمها الاثروجينيك بتاعه الديسليبيديميا. اثروجينيك يعني تبدا ان هي تعمل لي اثيرو سكلروزس. تمام.
وبعد كده بيقول لك اللايبوبروتينز يا دكتور، زي مثلا الترايجليسرايد والكوليسترول والابو لايبوبروتينز. بيقول لك طب مين هم الابو لايبوبروتينز؟ قال لك كايلو مايكرون، في ال دي ال، ال دي ال انترميديت ال دي ال اللي هي عباره عن اي دي ال، وبعد كده اتش دي ال. قال لك الابو لايبوبروتينز اسينشال لايه يا دكتور بالظبط؟ قال لك والله ده كله بيكون اسينشال دكتور للستراكشر ليبيد. بيقول لك والانزيم بروسيس للليبيدز، يعني ده معناه الانزيمات اللي هي معدله او الدهون المعدله بالانزيمات اسمها ابو لايبوبروتين. ده مهم جدا عشان تديني البروتينات دي والانزيمات وتعدلهم مع بعض. والاستراكشرز اوف ليبيدز ان هي تكون لي الليبيد اصلا وتديني الكايلو مايكرون والكوليسترول من الناحيه الثانيه. قال لك جايد لاينز للبرايمري بريفنشن، قال لك كل اللي عندهم 20 سنه لازم يشتغلوا دكتور كل 5 سنين يعملوا ليبيد بانل. قال لك والله بعد كده عندك ديترمينيشن للريسك فاكتور، تحدد الريسك فاكتور، تريتمنت للديسليبيديميا عن طريق سيرابيوتيك لايف ستايل تشينج وميديكيشنز. وزي ما قلنا طبعا الكلام بتاع السيرابيوتيك لايف ستايل موديفيكيشن تعمل فيها ايه بالظبط. بعد كده قال لك ال دي ال والجزء بتاعته للكات طبعا بتاعه اللايف ستايل والكلام ده كله لسه قايلينهم يا دكتور بالتفصيل. كده نكون خلصنا الموضوع بالكامل. يبقى تخلي بالك اول حاجه قال لك ده عنده مالتيبل ريسك فاكتورز، ده عنده 2 او اكتر ريسك فاكتورز. اخر حاجه ده بيكون عنده واحد او اقل من ريسك فاكتور، صفر مثلا يبقى 100 100 130 130 130 130، يبقى 100 100 وبعد كده تثبت ال 130 وبعد كده 160 160 190. موضوع بسيط جدا يا دكتور. نكون خلصنا كده الحمد لله محاضرة بكل تفاصيلها وبالبنك بكل الأسئلة اللي عليها. دعواتكم بقى لنا بالتوفيق والسلام عليكم.